غريبة الدنيا دي، بتبعتلك رسايل وانت بتتجاهلها، بتصر كل يوم تقفل عينك وتعمي قلبك. لو لسه بتكابر ومش شايف الرسالة المبعوتالك، يبقى لازم تقف مع نفسك، لازم تفهم ايه اللي بيحصل. حبيت أشكركم على دعواتكم ليا طول الفترة اللي فاتت، وبفضل دعواتكم الحمد لله ربنا عداني باللي أنا كنت فيه. الحمد لله الأمور استقرت بشكل كبير. فحابب أشكركم وأشكر كل الناس اللي اهتمت وكانت موجودة وكانت بتزورني وكانت دايما بتطمن عليا، وإن شاء الله رب ما نشوفش أي حاجة وحشة في أي حد، والناس كلها تبقى في خير وصحة وسعادة، وكل الناس أحمد في أحسن حاجة رفعت هاجر بقلبه ساعة بعد ما وقف عن الحياة ورجع يكشف السر تاني، علشان يعلمنا إن مفيش شيء مضمون في الحياة إلا الله. الأمان حقيقة مؤقتة، والموت بيجي بلا تحذير، والظلم عايش وسطينا. فخد بالك وعيش كل لحظة بوعي وتقدير، واسعى إنك تكون نسخة أفضل من نفسك، عشان النسخة دي هي اللي هتقابل بيها ربنا. فشوف بقى عايز تقابله بإيه. قصة أحمد رفعت هزت قلوب كتير، بس فيها درس بيعلمك الإصرار والإيمان بالله وقدره، وإنك مهما عملت مش هتاخد غير اللي كتبهولك ربنا. فخد القرار دلوقتي هاجر بقلبك عن المعاصي والذنوب، لأن طهر القلوب هو سبيل النور والسعادة. هاجر بقلبك عن الخوض في أعراض الناس، لأن احترام الآخرين عنوان الكرامة والأخلاق، ودي كبيرة من الكبائر فتجنبها. هاجر بقلبك للحق، وقف جنبه، لأن الصدق والعدل هما الأساس في بناء المجتمعات السليمة. هاجر بقلبك للحياء، لأنه هو سر جمالك الحقيقي مش حاجة تانية. هاجر بقلبك لرضا ربنا، لأنه الأهم. لو رضي عنك أرضاك وخلى الدنيا كلها ترضى عنك. وبلاش تشغل نفسك بترندات فاضية، ولا تدخل الدايرة دي مين عمل ايه وليه. ما تشجعش الباطل وتطبله، علشان انت هتبقى شريكه. فخد بالك، النهاردة ذكرى الهجرة النبوية. خلي اليوم ده هو بداية تاريخ جديد في حياتك. هاجر بقلبك وكن إنسان جديد، وافتكر حبيبك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، اللي علمنا الحياة ومعاملتها، وعلمك إزاي تكون إنسان حقيقي في وسط عالم مزيف. ودلوقتي صل على الحبيب صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله.